بتسمعي فيديوهات كتيرة عن الأنوثة بس لسه تايهة ومش عارفة تعملي إيه؟ أنا هقولك على السلوكيات اللي تعمليها مع صحابك، مع أهلك، في خطوبتك، في جوازك، هتخليكي تعيشي وتحسي بأنوثتك الحقيقية وكل اللي حواليكي يحسوها كمان معاكي. الأنثى يعني حنان واحتواء، أهم حاجة إنك تكوني مصدر دفى وراحة لكل اللي حواليكي. يعني مثلا لو خطيبك متضايق، بدل ما تقولي له ليه عملت كده، قولي له أنا حاسة بيك، أنا فهماك. الكلمة دي هتهديه وتخلي إن لو في أي خلاف يتحل بسهولة. تاني حاجة، تعبري عن مشاعرك بصدق. الأنثى الحقيقية بتعرف تعبر عن مشاعرها، يعني تقدر لو في خلاف تقول أنا زعلانة إن حصل بينا كده، أنا فرحانة قوي النهاردة. عبري عن مشاعرك وما تكبتيهاش. تالت حاجة، اللين والمرونة. الأنثى الناعمة مش حادة ولا خشنة في التعامل، مش بتزعق طول اليوم، وبتعرف تتأقلم مع أي حاجة. يعني مثلا لو خروجة اتلغت، بدل ما تتعصبي قولي تمام مفيش مشكلة، نعمل حاجة حلوة في البيت. رابع حاجة، المساندة الشعورية لكل اللي حواليها. الراجل مش محتاج يتعالج عندك، هو محتاج يحس إنك جنبه. يعني لما يحكيلك عن مشكلة في الشغل، ما تقوليلوش اعمل كذا انت غلطان في كذا، قوليله أنا واثقة فيك وعارفة إنك هتلاقي الحل. خامس حاجة، العطاء والاستقبال بتوازن. تدي بحب لكن كمان بتعرفي تستقبلي من غير ما تحسي إنك تقيلة أو مضطرة تردي اللي اتعملك. يعني لو جابلك هدية صغيرة زي شوكولاتة، افرحي بيها وقولي له شكرا، ما تقوليش ليه كلفت نفسك. اتوازني بين نفسك وبين الناس التانية، يعني اهتمي بنفسك زي ما بتعرفي تهتمي باللي حواليكي. خصصي مرة في الأسبوع أو حتى في الشهر تعملي حاجة بتحبيها، تخرجي مع صحابك، تعملوا حاجات حلوة وتخرجوا تتبسطوا، أو تقعدي في البيت تعملي ماسك، تسمعي حاجة حلوة بتحبيها. تعتمدي على الراجل بس من غير تعلق، من غير ما تحسي إن هو كل حياتك ومن غيره أنا مش هعرف أعمل حاجة. لا، هو بيشيل مسؤوليتك بس ما تعلقيش حياتك عليه. الخضوع بس بمعناه الصحيح. الخضوع مش ضعف، ده ثقة واحترام. يعني لو مختلفين على قرار، قولي له أنا شايفة كذا بس واثقة إنك هتاخد القرار الصح. الأنثى بيبقى عندها حياء ودلال طبيعي، ابتسامة هادية، كلمة رقيقة، بتكوني بسيطة. إنك تهتمي بمظهرك وجوهرك الاتنين مع بعض. المظهر مهم بس مش كل حاجة، الأهم جمالك يطلع من جواكي. اهتمي بنفسك وبمظهرك، وفي نفس الوقت يكون عندك اهتمامات وأفكار تطورك كإنسانة وكأنثى. إنك تقدري تقولي لأ بس بفن. لو حد طلب منك حاجة وانتي مش قادرة تعمليها، قولي بابتسامة لأ مش هينفع دلوقتي، ممكن في وقت تاني. عيشي أنوثتك ببساطة وخليها تلمس كل تفاصيل حياتك، وحبيها لأن دي فطرتك اللي ربنا خلقك عليها.